ودي من احلى القطع في الفرايد تشيكن. لو جات لك اعرف انك محظوظ. كنتاكي نزل فرايد تشيكن بالشطه والليمون، بس كنسس نزلها من سنه، فانا جبت الاثنين عشان نعرف عملتها قبلك ولا عملتها اجمد. فخلينا نعمل لايك وشير ونشوف بقى الوجبتين، لان الاثنين تقريبا سعرهم زي بعض تقريبا بالظبط. خلينا نبدا باول واحد كنسس لان هو جه الاول. قوانين الكول سلو جوه عشان ما تدلقش. دي وجبه اسمها دينر ميل 3 قطع، بيجي معاها كولا، كول سلو، معلقه شوكه وكاتشب، مناديل مكتوب عليها كنسس، جاي معاها رغيف عيش، في بطاطس جوه بس هي مرهقه شويه، مرهقه جدا يعني. ده باكت البطاطس تمام، والفراخ 3 قطع ب 168 جنيه. كنتاكي بقى عنده كميه وجبات باسماء تخليك اصلا تتلخبط. المهم الوجبه دي انا طلبتها على الابلكيشن، اسمها دينر بلس، وهي ده رز ريزو، طبق محترم بصراحه، سلو، والباكت نفسه ومعلقتين. الوجبه دي برضو ب 168 جنيه. في الدينار العاديه تقريبا ب 156 جنيه، فهي ارخص من كنسس. بس هنا هو شايل البيبسي وبيديك الريزو ده عن طريق الابلكيشن. طبق ريزو كبير محترم. 3 قطع برضو جاي معاهم بطاطس، بس كالعاده بطاطس كنتاكي لازم تدلق جوه البتاعه دي. كنسس جايب جزء من الصدر كده، دي بهارات الشطه والليمون، باقي الصدر والدبوس الصغنن ده. كنتاكي جايب كيله، عاش يا ابني والله، قطعه صدر كبيره ما شاء الله. بصوا البهارات يعني لونها حلو بصراحه، وجايب دبوس. الحمد لله النهارده كنتاكي رايق وما جابليش جناح، لان موضوع الجناح ده بيعصبني. عايز ابدا بكنسس بما ان هو اللي عملها اقدم من كنتاكي. بطاطس كنسس حلوه، وعشان اتحطت في العلبه فواخده من بهارات الفرايد تشيكن، بس هي مش حراقه قوي. اول قطعه فرايد تشيكن، شطه وليمون، مش هي اتحمشت من الواد ولا ايه؟ بصوا كده من جوه مش حاسس باي تتبيله واصله من جوه، هو تقريبا راشش بهارات شطه وليمون من بره. القطعه دي غريبه شويه، فخلينا ناخد دبوس. بس زي ما قلت لك مفيش اي تتبيله من جوه، في تتبيله سبايسي عاديه، رشين كده من بره بهارات شطه وليمون. طعمها حلو، بس اللي محلي الطعم طبقه الكرانش الخارجيه، مش الفراخ من جوه خالص. تعالى كده وريني جايب ايه. كول سلو، هو في حاجه سودا كده في الكول سلو، يا رب ما تطلعش. بسم الله. الكول سلو متواضع شويه، حاسه كله كرومب ويا دوبك لحسه جزر، مايونيز قليل جدا جدا، الورق نفسه الاخضر ده دبلان كده شويه. العيش بصراحه بطعم حلو يعني، طري. دي اول عيش يجي لي من مطعم فرايد تشيكن الحمد لله يعني، طري. يعني اول طبق الريز ده يعني ضخم كده ما شاء الله، ومحطوط عليه كميه فراخ، تقطع عليه ستريبس كتير، كمان سخن فطعمه حلو قوي. قطع الفراخ المتقطعه عليه، وعامه الفرع اللي جنبي ده جامد يعني. حجم القطعه اكبر. بطاطس كنتاكي لونها اجمد، قطعة الكيلة، ودي من أحلى القطع في الفرايد تشيكن، اللي لو جات لك اعرف إنك محظوظ يعني. فراخ من جوه لونها أحلى بصراحة، والفراخ من جوه برضو تحس إن التتبيلة بتاعت الشطة والليمون دي مش واصلة جوه قوي، تبل بيها، هو متبل الطبقة الخارجية بس. بصوا الفراخ بيضة من جوه، دي حاجة حلوة جدا ونضيفة جدا، بس مش وصلها تتبيلة الشطة والليمون دي. كانت هتبقى أجمد لو البهارات بتاعت الشطة والليمون نفسها يعني اتحطت جوه الفراخ من جوه. يعني أنت هنا عشان تحس بطعم الشطه والليمون زي ما بقول لك لازم الطبقه الخارجيه دي هي اللي تاكلها مع كل قطعه فراخ، فانت مش حاسس باي طعم ليمون. بص الفراخ من جوه. تاني الفرع اللي جنبي ده هو اللي جامد. قلت الوحيده ان انا بس مش حاسس بطعم ليمون في التتبيله، انا حاسس ان انا باكل فرايد تشيكن سبايسي عادي. كول سلو كنتاكي فيها مايونيز شويه عن كنسس، اكيد طعمها هيبقى اجمد من كنسس. فلو قارنا ما بين كي اف سي وكنسس كطعم شطه وليمون، كنسس هتكسب يعني، هي مدياني احساس الشطه والليمون اكتر من كنتاكي. بس كفرايد تشيكن بقى وتتبيله وكرانش وحجم الفراخ، والفراخ شكلها حلو من جوه والكلام ده كله، فكي اف سي طبعا هتكسب كنسس. ظبطوا مع بعض بقى تمام. خد بقى الشطه والليمون من هنا حطها هنا، بس الاثنين جايبين الفراخ متبلينها تتبيله سبايسي عادي جدا، وجايب بهارات شطه وليمون اللي هي زي بتاعه البطاطس او البهارات دي، رشاشها كده من بره بعد ما بيخلص. بس كده الموضوع ما فيهوش اي ابتكار او في اي ابداع. لو حد كان جرب كي اف سي شطه وليمون او كنسس شطه وليمون، يا ريت يشاركنا برايه تحت في الكومنتات. يا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير الفيديو. حبيت تشتري حاجه من على نون، دخل البروم كودز دي تاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.